السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاجو الفلاون بونجور ميسيو دام ولا بونجور وكما تشوفوا الفيديو هذه. اليوم جيت نجاوب للدكتور منار سليمي مدام المغرب مروكي. سي منار سليمي الدكتور كما يقولوا مؤرخ وتعرف التاريخ انت وتتكلم ويعني تدخل في واحد الطروهات. جيت نجاوب لك، درت فيديو فيها ساعة و 44 دقيقة. أنا نجاوب لك حاجة بحاجة، كل يوم نعطيك حاجة إذا باش نشوفوك نتايا اسكو صح مؤرخ ولا صح تعرف التاريخ ولا تعرف إذا سواك واش راك تقول في الفيديو تاعك إن شاء الله ونجاوب لك. كاين واحد الرأي الاستشاري ديال محكمة العدل الدولية، بمعنى هذا اللي كان محوري في هذا الملف هذا باش ما نهضروش. الرأي ديال الاستشاري شنو كيقول لك هذه الأرض هذه كاينة فيها علاقة بين السلطان والناس ديال هذه الأرض هذه. شكون هو السلطان؟ معروف ديال السلطان كاينة العلاقة، وكيقول لك بأن العلاقة هذا رأي ديال محكمة العدل الدولية اللي كيحاولوا الناس ما رجعوش يقراو، كيحاولوا الناس انهم كيحاولوا يعطيو تأويلات اخرى، لان كاين داك الحرب ديال التأويل. كيقول لك كاينه العلاقه اللي تبنات على اساس الرابطه ديال البيع. هذه المحكمه ديال العدل الدولي، بمعنى هذه المنطقه مغربيه، وكل شيء كيعرف بان الاستعمار انه في افريقيا كلها في سميتو بانه قطع مجموعه ديال المناطق، انه حاول انه يقوم بالعمليه ديال التغيير ديال الحدود. هاد الحوايج كلها دار هذا الاستعمار، كله دار هذا الاستعمار. ولكن هذه منطقه مغربيه لان خصنا نشوفوا التاريخ. كاين الوثائق، كاين الامتدادات ديال المغرب الامتدادات ديالو اللي كانت كتمشي حتى للعمق الافريقي. هذه منطقه مغربيه كاينه روابط، كاين مثلا مجموعه ديال الناس اللي هما كينتميوا لهذيك اللي كانوا عاشوا في المنطقه وسطونا، كاين الناس اللي مشاو من هنا تما، كاين هاد الحوايج كاملين. بمعنى الا هضرتي من الجغرافيا ولا هضرتي من التاريخ وانا انطلقت من الراي ديال محكمه العدل الدوليه، كاينه هاد الروابط. شنو وقع؟ دخل الاستعمار كتعرف بانه خلق مشاكل كثيره. كاينه مجموعه ديال الحدود، وكاينه واحد القضيه اللي مثلا مازال كتطالب بها هنا ديما بزاف كتهضر على الجزائر. باش نجيبو مثال، كطالب شي كتسميها الحدود الموروثه على الاستعمار. هذه ما كاينش في القانون، ماشي مبدا قانوني. بمعنى كيما كنتي كتملك البارح ملي حصلتي على الاستقلال خصك تبقى تملك. هذا ماشي مبدا قانوني. راه يمكن الناس يعرفوه اللي كيقراو التاريخ، اللي كيقراو القانون الدولي، اللي كيقراو مثلا الجغرافيا السياسيه. هذه كانت دابا كاينه واحد المجموعه ديال الدول اللي بدات كتقول اودي ملي خرج الاستعمار كيما كنتي كتملك البارح خصك تملك اليوم. لا هذا ماشي مبدا. بمعنى خصني نسترجع الاراضي ديالي اللي كانت داها ليا، اللي داها المستعمر وحاول انه يقطع لي الصله بها. المغرب استرجع الاراضي ديالو في 1975، والدليل على هذه القضيه ديال الحدود الموروثه على الاستعمار اللي مازال متمسكه بها الجزائر. وغنشرح علاش. لان الجزائر كتعرف بان المغرب كاينه ارض اخرى ديالو اللي مازال عند الجزائر اللي هي الصحراء الشرقيه. هذه الوثائق. هذه اللي بغيت نسولك على علاش المغرب ما تيطالبش بها الا كنا غنرجعوا للفتره قبل من الاستعمار. شوف انا باش نعطيك هذه القضيه ديال الجزائر، وانا لست انا من يقول هذا. الفرنسيين ويمكن يرجع الواحد للبحث. فرنسا تقول بانها صوبات الجزائر بمرسوم. خطيره هذه المساله، هذا التاريخ. الفرنسيين بمعنى الحدود ديالها صوبات الجزائر كامله بمرسوم. خدات اراضي من مالي، خدات من ليبيا، ومازال كاين اشكال لحد الان كان مطروح مع القذافي في ليبيا، وفيها مشكل ديال واحد الحقل ديال النفط. ثم خدات ايضا فرنسا اللي خدات هذه المساله قسمات لان كانت تعتقد بانها ستبقى في الجزائر. خدات الصحراء الشرقيه ديال المغرب. هنا مثال فقط. دا الارشيف الفرنسي يصدر وثيقه راجت ما عرفت واش طلعتوا عليها ولا لا. راجت واحد الشهرين هذه كتهضر على تندوف، الولايه ديال تندوف اللي هي في الجزائر. شنو كتقول هذه الوثيقه؟ هذو الفرنسيين، وثيقه مكتوبه. كانت فرنسا تريد الخروج، كانت غدير استفتاء في الجزائر. كيكتب الفرنسي اللي كان في الجزائر مقيم، يكتب للسلطات الفرنسيه يقول لهم بان الناس ديال تندوف
يرفضون المشاركه في هذا الاستفتاء ديال الجزائر اللي كان من بعد غيجي الاستقلال ديال الجزائر. علاش؟ قالوا لي حنا ما غنشاركوش لاننا حنا ما غنتخلوش على الجنسيه ديالنا، حنا مغاربين. غادي بالوثائق الان كتخرج من فرنسا. غتقول لي علاش المغرب ما كيطرحش هذه المساله؟ هذا الملف صعيب ويمكن يكون فيه واحد الصراع كبير، ولكن الجزائر فكرات انها المغرب كتعرفوا انه ممكن يطالب بالصحراء الشرقيه، فخلقات المشكل في الاقاليم الجنوبيه. وكاينه المقوله المشهوره ديال الهواري بومديان اللي كاع من حرف هذا تاريخ، قال بانني غندير مزراره، بعض مزراره غنديرها في الصباط ديال المغرب يبقى غادي تنجحوا. هي اللي وقع دابا، هي المساله اللي دار في الاقاليم الجنوبيه. الجزائر خدمات بهذه الطريقه، هذا النظام العسكري خدم بهذه الطريقه. باش نوضح المجموعه ديال الاخوان اللي كيعرف المنطقه ديال فيكيك مثلا بالرشيد فيكيك، غادي نلقى بان مجموعه ديال العائلات مازال عندهم عقود مصوبه عند النوطير في فرنسا. شنو فيها؟ اراضي ديالهم في الجزائر. لو انها فتح هذا الملف وهاد الناس هادو رفعوا دعاوى في فرنسا كيحملوا المسؤوليه لفرنسا، النوطير فرنسا موثقه. انا شفتها لان مشيت للمنطقه وجاني هذا الملف شفتو، بمعنى انه كاينه بان الاراضي الفلانيه اللي دات فرنسا اللي قسمات. الجزائر بقى عندها هذا الهاجس، اذا خلقات هذا المشكل هذا غيقول لي صح. تما انت راك تقول يا سي سليمي، يا سي منار سليمي، باللي فرنسا عندها الوثائق، وكاين ناس شفتهم نتايا عندهم وثائق عند النوطير في فرنسا باش يريكيبيريو الاراضي تاعهم. يعني كانوا عندهم اراضي، هما مغاربه وكانوا عندهم اراضي وعندهم الورق تاع النوطير تاع فرنسا بكرياح تاع حتى مسلم من الاخر ما عنده الاراضي. كانت كولوني هذه وحده. ثانيا فرنسا تحكم فيكم انتوما، ما تحكمش فينا حنايا. حنا فرنسا حابسناها بالكتبيات. مليون ونص شهيد، ستادير هذاك النوتير تاعو وهذاك الاخر تاعو يديه معاه. الا كان تروح تبكي لفرنسا دابا باش ترد لك حق اللي تقول عليه، لازم يتسيع عليه دمك كيما سينا عليها دمنا حنايا. هذيك يدخل الصحراء الشرقيه وفرنسا دارت لي فرونتير. فرنسا هي دارت مرسوم لانها كانت تعملها راح تقعد في الجزائر في الابد. جوستومون ما قعدتش في الجزائر للابد. حنا هذاك المرسوم هذاك ديناه لها فرنسا. فرنسا هي دارت المرسوم، هي قسمت الحدود. بصح هذوك الحدود حنا نحيناها لفرنسا، نحيناها لهم. دراع قوه، مليون ونص شهيد بالدم ديناها، العالم كاع شاهد. نتوما حبيت اليوم تجي تقول انا تاعي تندوف وبشار كيما نهار درتو لنا الحرب في 63 هذاك مستقلينا، دخلتوا لنا بحرب وجبتوا معكم اسرائيل يعاونوكم. انتوما المعتدين في 63 ما قلتوش سنة نتفاهموا معاهم دبلوماتيكمون، دخلتوا بالجيش تاعكم، عاونتكم فرنسا وعاونتكم اسرائيل. واليوم تجي تقول الصحراء الشرقيه هذاك المرسوم اللي دارتو فرنسا نحيناه لها قوه. نعم الجزائر راسوها هما هاد لي فرونتير وي، بصح الشعب الجزائري والعقيده تاع الشعب الجزائري ما دارتهاش فرنسا. كي تقول انت استقلينا، كيفاش استرجعت الاراضي تاعك؟ واش من الاراضي استرجعت؟ هل استرجعت سبته وبنيليا؟ اروح استرجع سبته وبنيليا نستعرف بك، نقول لك اوكي انتوما صح استرجعتوا ارضكم، ما استرجعتوش ارضكم، ماشي مستقلين انتوما. الشعب المغربي مسكين خطير، راهو كما يقول لك مغلوب على امره. هذا الملك هذا جا من الحجاز. كي تكون انت تاريخيا هذه كانت تاع المغرب والامتداد المغربي. نجيك تاريخيا هذه ارض امازيغيه، هي تربح. ما كانش هذه ارض امازيغيه، هذاك الملك تاعكم جا من الحجاز يعاود يولي للحجاز. سيدو هذا ما كان، هذيك الارض تاع الامازيغ. يا سيدي غادي نخرج لك اللعب نقول لك كامل الخير. كي نعاود نقولوا التاريخ ما تسالش فيها كاع، لا انت الملك ديالك. شفت هذيك تحب تعوز على التاريخ. ما كي تقول حنايا جبنا ارضنا وجبنا الاستقلال، ما جبت لا الاستقلال لا والو. ارضك راهي مستباحه. دوك نوريك، شوف نوريك باش تعرف التاريخ ديالك. اسمها الحاضر ماشي التاريخ. شوف المقابر ديالك، شوف كيفاش عايشين مساكن الشعب المغربي، كيفاش يكراسيهم هذا السلطان هذا تاعك. تقول البيعة انت والسلطان، تبع مليح. شوف نوريك
les marchandises arrivant en camion chez eux. Fatima. À l'extrémité sud de l'Europe, à Ceuta, cette enclave espagnole au nord du Maroc, les femmes sont plus de 20 000 à venir acheter chaque jour des marchandises sur le territoire espagnol pour les vendre chez elles de l'autre côté de la frontière. On les appelle les femmes mulets en raison des immenses sacs qu'elles peuvent porter qui pèsent parfois jusqu'à 80 kilos. Un commerce inhumain qui a encore, hélas, de beaux jours devant lui. Un reportage signé Marion Touboul et Joseph Gordillo. Dans l'enclave espagnole de Ceuta, c'est chaque jour la même queue. Ces Marocaines attendent de retourner chez elles, le corps plié en deux. Sur leur dos, des marchandises achetées ici, sur le sol espagnol, pour ravitailler leur village de l'autre côté de la frontière. Un travail exténuant qui commence dès l'aube. Dans cette immense zone industrielle de Ceuta, ces femmes viennent faire le plein de produits ménagers, de vêtements ou encore de couvertures. Ces sacs sont terriblement lourds. Ça me casse tout le corps, surtout mon dos. Et à chaque fois que je viens, ils sont plus grands et plus lourds. Des paquets qui peuvent atteindre jusqu'à 80 kilos et qui ne sont soumis à aucune taxe. Ceuta est une zone franche et les douaniers marocains ne taxent que les marchandises arrivant en camion chez eux. Fatima fait partie des 20 000 femmes mulets à vivre de la frontière avec l'Espagne. Je viens tous les jours, mais je ne gagne pas grand-chose, vraiment rien du tout. Nous, les femmes ici, on est vraiment pauvres. Un travail de forçat qui permet à peine à ces Marocaines de gagner de quoi survivre. Elles sont ensuite contraintes de patienter des heures sur cette plage. Moi, mon rêve, c'est de me marier et d'arrêter de faire ça. Mais pour l'instant, il faudrait trouver une solution pour organiser tout ce bazar. على فكرة أنا خلال بحثي في هذا الموضوع الحقيقة تجد أحيانا أشياء يعني ربما البعض لا يعلم أن هناك فئة من العاملات في مغربنا العزيز في المغرب يعملن في حمل البضاعة بين 6 ميل وباقي المناطق المغربية. تصور أنت بماذا يلقب؟ شو اللقب الذي يطلق على هؤلاء الحرائر، هؤلاء السيدات الشريفات العفيفات؟ يطلق عليهن لقب البغلاء أكرمكم الله. ليش؟ يعني يحملوا البضائع على أكتافهم. يشبههن العامة هناك بالبغلاء. تمشي أميال في طرق وعرة وهي حاملة. هذا عمل. هذه عاملة كادحة. لا احترمت اجتماعيا من حيث التوصيف ولا احترمت أيضا تتقاضى معاش محترم أو تساعدها الدولة. لا تزال تعاني. نبقى في المغرب حيث انتشر على فيسبوك أيضا مقطع فيديو لاختراق مئات المغاربة حدود مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الأسبانية، ويظهر هؤلاء المغاربة فيه وهم يركضون محملين بالأثقال ويرددون الله أكبر عاشت أسبانيا. وأرجع ناشط الله أكبر عاشت إسبانيا. شوف مانيش نسب فيك ولا نقص منك، يعطيك حقائق يا أخي، أنت تقول الحقائق واسمهم المحاكمات الدولية ما نعرفوش شنو كذا. علاش ما تحرروش بلادكم الشعب ديالكم؟ علاش ما تحررش المعبر هذاك اللي ربي صدهم لينا؟ وهاد النساء هادو مساكن حرمكم اللي راهم يخدموا هكذايا يسموهم البغلات مساكن لي مولي. قول لي اسكو على حسابك نتايا هل الناس تاع بشار ولا تاع تندوف رايحين يطلبوا يعيشوا تحت الحكم تاع الملك هذا اللي تركعوا له والضباط يبوسوا له في يدو وليدو، والنساء تاعكم في لي فرونتيير تاعكم تاع بلادكم تروحوا تضربوا البوليزاريو على معبر صغير لموريتانيا؟ زعما واعرين الجيش المغربي تدخلوا على بالوش بولوني ومعاه الامارات ومعاه القطر ومعاه البحرين ومعاه الاردن ومعاه مصر ومعاه السعوديه ومعاه فرنسا ومعاه اسرائيل ومعاه كاع، وانتم النساء تاعكم ما قدرتوش تحموهم تردوا لهم العزه ديالهم يا صاحبي. وتجي اليوم تقول نتايا نروح عند فرنسا نجيب الكوارت من عند النوتير ولي زارشيف تاع فرنسا باش كاين مغاربه عندهم الارض. المغربي مسكين في ارضه ماهوش في ارضه.
الزفزافي ضربتوه ب20 سنة حبس. مالك تاع بني قينقاع جا من الحجاز لهيك. شوفوا شراو داير في الشعب تاع شمال افريقيا، وانت راك فرحان وتجي توري العزه والكرامه وتعرف التاريخ، وفرنسا هي اللي سطات. ايه فرنسا سطات وحنا شواك رديناها درع قوه. قولهم يغلطوا معنا فرنسا، يقولوا زعما نولوا ولا نرجعوا ولا قول له يغلط. جبنا الشهداء تاعنا في طياره اخو من الميزي تاعهم اللي كانوا حاطين الريسان تاعهم، جبناهم ودخلناهم ودفناهم في البلاد وهم صغيرون. فهمت؟ كلاب ما نشروش عليهم سلاح والو. شوف الرجال تاع صح، احنا لو كان تحبوا تمشوا رجال تكون عندكم العزه والكرامه، ديروا كوديطا لهذا الروا هذا لي ميليتاري يقلبوه ويديروا ين ريبوبليك ونحكموا كاع شمال افريقيا، اسبانيا برا، ونحكموا كاع لاكوت هذيك اطلنطيك ميديتيراني، ونتعاونوا ونوقفوا بالمرصاد الاستعمار. يا بات بروبلام. بصح انت لا الملك تاعك راكع على الاستعمار، واش بيك يجيب في الاستعمار يجيب فيهم. ما تقدرش تعطينا درس في العزه، امبوسيبل، مستحيل. شوف نوريلك الاستقلال ديالك اللي تهضر على الاستقلال نتايا. شوف نوريلك واحد لا فيديو كيفاش فرنسا دارت محمد الخامس عندهم في شاطو قاعد في كرسي ويجيبوا له مغربي المراكشي، يجيبوه له ويرقعوه له قدام رجله، والملك محمد الخامس قاعد يخليه يبوس له رجله قدام الفرنسيين اللي كانوا مستعمرينكم. يجيبوا وليد بلادو مسلم كيما هو فيو من بلادو في فرنسا، في الشاطو تاع فرنسا، في كرسي تاع فرنسا قدام الاستعمار الفرنسي، يبوس له رجله قدام الفرنسيس ويقول لك انا ديسوندون تاع الرسول. شنو بدك تتبع مليح؟ رد بالك يا سي سليمي كي تهدر، رد بالك كي تهدر، لازمك تكون تعرف واش راك تقول. L'adversaire le plus irréductible, le Pacha. l'adversaire تاع هو لو بلوز irréductible قالك. شوفوا يا خاوتي الله يرحم يماكم يا مسلمين هكذايا يا مغاربه، شوفوا الروا تاعكم واش يدير. شوفوا نتوما الشعب يحبوكم وتحبونا وعلى بالكم بها، بصح هاد الناس الحكام تاعكم المخزن ما يسواوش فراك، يبيعوكم بالرخيص. شوف نوري لكم. Une nuée de journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par 3 fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a reconnu Si Mohamed Ben Youssef comme son souverain. Cette pathétique entrevue, qui n'a duré que quelques minutes, ne manquera pas d'apporter une contribution importante à l'apaisement général. قالك une réconciliation pathétique. Il est facile d'imaginer. وليد بلادو ماشي قندير معاك لابيا يتخمسوا وبدا ما كان وقعت قدام الفرنسيس بالاستعمار. هذا هو الاستقلال، نعطوك انت البلاد وتهين الشعب ديالك كيما اليوم يسجدوا له. شفت؟ هل هذا استقلال يبدا هكذا؟ يبدا قدام الفرنسيس، يجيب واحد من الباشا المراكشي يجيبو يقعد اجنو ويبوس له رجلو قدام الفرنسيس. واليوم تهضر انت وتقول حنايا جبنا الاستقلال تاع بلادنا واسترجعنا اراضينا. واش من ارض استرجعت انت؟ واش من دير درت؟ حطيني برك فهمني، انا تحتاج هاي الابراف. هذه ماشي اهانه للشعب المغربي، اهانه كبيره هذه. هذا عنده احفاد دوك، عنده ولاد عنده يشوفوا ليماج هذه. قتلتوا الشعب المغربي، ناس كيما نتايا والملك ديالك قتلتوه مسكين. النساء في الفرونتيير وتهضر على الكركارات وعلى الكركارات والجيش المغربي وما نعرفوا شنو وعندنا جيش وانتم سبتوا منين يا ما قدرتوش تسترجعوهم. خلي الناس يموتوا في الفرونتيير باش ياخذوا لكم الخبز، تقول نخدم نهار كامل ما نربح والو. النساء تاعكم يا سي سليمي، فهمت؟ قبل ما تهضر على الجزائر لازمك توضع، لازمك تعرف والتاريخ، تعرف التاريخ. حنا فرنسا حوزناها بالكتبيات، فهمت؟ علاش ما نتفاهموش معاكم حنايا؟ علاش؟
قول لي الصحراء الغربية، ماشي غير الصحراء الغربية ولا غير الصحراء الغربية، ماشي غير الصحراء الغربية. الملك تاعكم خاين، مش بيكم يا ناس. قدامنا ديرنا باص تاع إسرائيل ومن زمان الزمان. الحسن الثاني هو اللي خسر في 67 خسر ليجيبت والجيوش العربية اللي كانوا معاه، بيع لهم كلش، دار لهم لي عطاهم لي زونجسترومون تاع لاريديو. إسرائيل يصفقوا عليه. شوف تبع مليح، ما كاين فرق كبير، فرق كبير بيننا بينكم، نتفاهموش معاكم حنايا، انتم راكعين للاستعمار كاع. شوف نوريلك، هو زعما هو الامير نتاع القدس هكذايا. شوف يا سي سليمي باش تعرف مليح علاش حنا ما نتفاهموش معاكم، الجيش تاعنا ما يتفاهمش معاكم، مع الملك ديالكم. شوف يا اخي الكريم، شوف كي تهدر. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Jonah Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, pour vous en douter, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc, quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre au renseignement israélien de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est un peu incroyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom. C'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif,
c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire, la grande histoire. Merci, Johanna Binder, pour ces détails croustillants, dignes des d'espérance. Merci d'être passé nous voir. هادو سي دي ديتاي كروستيون. قال لك عنده الحق. تقول لي نسب في المغاربه، نقول لك لا مانيش نسب في المغاربه انايا. اي نعطيك مواقف تاع المخزن. وكاين ضباط في الجيش المغربي، وكاين مغاربه بزاف يمساك الله غالب عليهم، وكيسمعوا هكذا قلبهم يتمحرك. ما يحبوش الطبيعه مع اسرائيل الشعب المغربي. نتوما راكو عارفين عليه. ولو كانت تولي جمهوريه تما نقول لك نفتحوا لي فرونتيار ونديروا المغرب الكبير هكذايا بالامازيغ بالعرب اللي جاوب كاع المكونات كامل نبنوا قوه مغاربيه تاع الشمال نحكموا لافريك لوسيون كلش. تما نقول لك وي نمشي معاك يا بات بروبليم ونحروا سبته ومليليا وندو كاب جبرالتار من جهتنا ماشي لي زونغلي يحكموا فيه الاسبانيول وجا باساج ماريتيم. انت راك راكع انت يا سليمي والراجل الملك تاعك راكعين وحاب تجي دير معايا انايا الحرب ما تمسخرش ما تقدرش واش بيك ولا تروح تحقر البوليزاريو. شوف راهم يقولوها لك ايفنت كات يقول لك لو كان ماشي حسن تاني ما نربحوش لاكار دي سيجور. خداع كيفاش تحب حنايا نديرو العلاقات مع واحد خداع ونحلو الحدود ديالنا نورمال ما نقدروش نحلو الحدود تاعنا واش بيك. فيق روحك فيق يا بريق كيفاش نحلو الحدود كيفاش مع هاد ما تمسخرش. شوف لا ديفيرونس بيننا وبين المخزن بين الجيش الجزائري والمخزن المغربي. شوف المغاربه على بالهم واش راهي نهضر فهمت ولاد بلادك على بالهم واش راهي نهضر تبع مليح. شوف حسن تاني بيع. تحدثنا عن العراق كان لها دور كبير جدا. كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73. شاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن المشاة الميكانيكي بمشاركة 2115 جندي و812 صف ضابط و192 ضابطا جزائريا. أمدت الجزائر مصر ب 96 دبابة و32 آلية مزنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 وسوخوي 7 سأتحدث عن ذلك. الأهم من ذلك ديفيد أليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أقلته جولدا مائير بسبب القصور أو بتهمة القصور يقول معترفا إن ما حدث لقواتنا في ميدان الأدبية كان نتيجة أو الميناء صحيح في ميناء الأدبية كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور هو الذي يقول رئيس الأركان أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته لكنهم نصبوا له الفخ فخسرنا في يوم واحد 900 شخص جندي وضابط من أفضل رجالنا وفقدنا 172 دبابة. يبدو ما كان يعرف شارون الجزائريين ونضالهم وقوتهم ويجب أن ننصفها في هذه الحلقة لكي لا نرى فقط الجيش المصري لا. مثلا المؤرخ والكاتب الإسرائيلي شفتاي تيبت أمل أن أكون قد لفظت الاسم بشكل صحيح الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لأنه كشف عما يعتبره جبن أريال شارون خصوصا في المعركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية. يقول لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل وكان شارون يصرح أريد أن ترتج السماء والأرض وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية تسبقنا قذائف دباباتنا وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية فظننت أننا سقطنا في حقل الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حد وصوب. وقعنا في فخ الجيش الجزائري شلت أيدينا وعقولنا ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. الجيوش العربية سيادة اللواء كان لها دور كبير فعلا. بعد 67 مباشرة القوات الجوية تكاد تكون اتضربت أغلبها أو 90% منها وكنا محتاجين طيارات على وجه السرعة
الجزائر أمدتنا ب2 لواء جزائري، طيارات جزائري، اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد حرب 67 ب 34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مدحور ابو العز كان هو قائد القوات الجويه، انسحبت القوات الاسرائيليه حتى خط العريش، لكن ما كانش عندنا القوات البريه التي تملا هذا الفراغ في سيناء. انا اؤكد لك يا سياده اللواء لو حصلت حرب غدا الجزائري لم يتغير سلسله. ايوه طبعا. ايوه طبعا خويا. شفت الفرق وين راه؟ بين الجيش اللي انت تسب فيه تاعنا هكذايا والملك ديالكم، الملك تاعكم يبعثوا دوك لليمن يقتلوا اليمنيين. ردوا مرتزقه في السعوديه والامارات واسرائيل وامريكا. كما قلت في ديك الفيديو هذه دونك يقعد الجيش حاكم صعيب جدا، بس جدا صعيب. انا بيه احنا نحبوا الجيش ما كانش انا والشعب الجزائري. كاين شرديمه صغيره مازال ما فهمتش قضيه وين راهي رايحه. فهمت؟ شوف لا ديفيرونس. شوف احنا بعثنا ضربنا لهم 300 900 من السلطه وما يهضروها. طبيب إلي هازر هذاك اللي حوزته قلت ماير وهي ديميسيونات ابري لا كير دو 73 فيها شهرون 100 شهر ضربنا لهم 900 سولدا. قالك شلت ايدينا طحنا في الفخ تاع الجيش الجزائري من الجزائر حتى لمصر. شو شحال قطع الجيش وتحوس دير كيرا معايا انت قدامي واسبانيا ديت لك الارض ديالك وتسبوا في الجزائر وتقولوا الجزائر هما يديروا الجزائر هما يديروا الجزائر ولا كيما هذاك المفتي تاعكم تاع محمد السادس اللي قال نأدبوهم. انت تأدبنا يا حصان ما نخافوش الموت هنايا. شوف وراك الدور. هادو المبادئ يعيطوا لهم ماشي القوانين الدوليه كما تقول انت. هذه ما كاش القوانين ما نستعرفوش بالقوانين الدوليه كيكون مبدا دي برانسيب هادوما. كيفاش انت يا ولي القدس انت ويحكم القدس عمل الامير نتاع القدس تاعكم محمد السيسي هو يمشي مع الناس اللي داو القدس يقتلوا في الدراري فلسطين غارقين عليهم في واسمو في غزه ويديرهم في الاراضي تاعهم وتسينيو معاهم كاع العرب هو ولاد عمو تاع الحجاز مسينيين معاهم كامل كيما راكم. قاعد غير الجزائر واقفه وايران وسوريا والعراق ولبنان واليمن. باقي كاع عندكم لي زومباساد وعندكم الدرابوات وعندكم الاسرائيليين عندكم يعاونوكم في السلاح وفي كلش وتاكلين عليهم باش تحاربوا خاوتكم كيما حنايا. وتجي تقول لي انا هو الظالم. ها انكرواير وانا هو الظالم. ما نمشيش معاك انايا. ما كان لا لي فرونتيير يتحلوا ولا والو. البوليزاريو يتحرر كاش الهضره افروها معاهم درك. محقورتي يا جارتي حيوا عندك ميليليا وسبته لا ميديتيراني خو داوها لكم العالم كاع يشوف الانسان تاعكم يكوفري باش ياكل لكم خبز مساكن رافتين هذوك العجايز السنادق هذوك. وتجي اليوم تحضر وكشتيما وانا استاذ في التاريخ وهذه الوثائق وفرنسا عند النوتار. فرنسا ما تستعرفش بك كاع. فرنسا واش بيك؟ فرنسا يتمسخروا بكم. هاكش كيف يعطيكم الاستقلال جابوا السيد يبوسلوا في رجلو وقعد. شوف واش يقولوا عليكم فرنسا. شوف نفهمك. شوف يا هذا لو باريسيان هكذايا نوريك. Le Maroc s'offusque des propos blessants d'un diplomate français. شوف أخي الكريم هكذا هذا سي لو باريسيان. واش قال الدبلومات فرنسي في لونو هذا عليكم؟ لك تشاهد فرنسا وعندها الوثائق. هاي وثيقة تاع فرنسا اسمع مليح. Si la loi des séries, alors que les relations franco-marocaines sont déjà sérieusement entachées par un premier incident diplomatique, en voilà un autre qui risque bien d'envenimer la situation. Ce dimanche, Rabat a protesté contre des propos blessants sur le roi. Ce dimanche, Rabat a protesté contre les propos blessants sur le royaume prêté à un haut diplomate français. Le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas particulièrement amoureux, mais qu'on doit défendre, aurait en effet affirmé en 2011 l'ambassadeur de France pour les Nations Unies, Gérard Haro. C'est en tout cas ce qu'avance l'acteur espagnol Javier Bardem, cité par Le Monde à l'occasion de la sortie de son documentaire sur le Sahara occidental. شوف قالك المروك ميتراس ديالنا نرقدوا معاها كل ليله ميم لو كان ما نحبوهاش بصح ندافعوا عليها. ما قالكش يا راجل لامون ميتراس.
شوف واش يهضروا عليك فرنسا، واليوم تجي تحتج على الجزائر فرنسا ما تحشمش تجي تحتج فرنسا ودارت الحدود، دينا لهم دراع واش بيك قوه، دينا لهم قوه هذوك الحدود حنا ديناهم قوه، ديناهم لفرنسا اللي نتوما ركعتوا لهم حطيتوا الرواد تاعكم يقعدوا يجيب لهم الروك يبوسوا رجلهم، فهمت؟ ويقولوا لكم نتوما متراس. شنو نوريها لك بالفيديو؟ شوف يا سي سليمي تهضروا فيكم لسان شحال واعرين بلسان، بابا هكاش اللي يخدم لكم بلسان بصح بالفعل. شوف Difficile à digérer, facile à digérer. Lactantia sans lactose. We also went to meet the French ambassador in the UN, but of course we could not record it. The French ambassador. This is so funny. What happened? So what did he say to you guys? I wish I was there. Morocco, whatever they want to do, but he was very funny. He said we're gonna back Morocco. Yeah, I know I'm not very popular, but that's the way I have to do. Diplomacy is about doing sometimes. No, he said a relationship with Morocco is like a relationship with a lover. There are many things that you don't like about that person, but you have to keep them together and defend them and defend that person in front of others. سمعت واش قال عليكم الامباسادور تاع فرنسا في لوني؟ قول لي الله يرحم الوالدين، قول لي يا سي منار سليمي كيفاش تجي وتوري وجهك هكذايا وتهضر على الجزائر والجزائر داروا والجزائر طالبين وهكذا فرنسا وليزارشيف هما اللي تراساو والاستعمار حنا نعاودو نسترجعوا الاراضي. يا اخي حنايا يا اخي حنايا الشعب المغربي كره من الناس كيما نتوما واش بيك؟ الجيش راهو كره منكم واش بيك؟ رخصتوه الجيش هذا مسكين، تبعتوه يضربوا يحقروا البوليزار في القرقالة 60 واحد سيفيل تيراو عليهم والعسكر دخلوا زعما قالك حنا واعرين سنين 20 يوم ما كاش تدخل. انا الوحده الوطنيه، واش من الوحده الوطنيه؟ راك مستعمر انت واش بيك؟ هاي القضيه تاعكم ماشي كيف حنا عندنا مبادئ مالغري نضربوا بيناتنا وصارت بيناتنا قيره وصارت بيناتنا كذا، ولكن حنا الشعب كي تطلع للجزائر نوضوا كاع كيف ديرها مليح في راسك، ديرها مليح في بالك، اللي بيناتنا حنا راه نتكلموا راه نضربوا مع الدوله وطيحنا بوتفليقه الغاشي هذاك اللي خرج وكاع وما زالت وراي واقفه والناس تضارب وراي كدا وراه نبوجيو حنا الشعب يزغد، فهمت؟ الشعب متحرك ماشي راكد. الله يطول في عمر سيدي، الله يطول في عمر سيدي، ويجيبوا عباد كيما نتايا يكذبوا على الشباب نتاع المغرب ويحرضوا على الجزائر. انتوما اكبر خونه عارفاكم التاريخ صوت وصوره ماشي بالوثائق الدوليه. انتوما مسلمين تقولوا احنا مسلمين، هذاك الروا هذاك رفدوه ورميوه الحجاز عند ولاد عمو الهيك واش بك، وجاب لكم الاستعمار رماوه على راسو اسرائيل والامارات واش بك، رماوه على راسو. راح يدوا لكم المغرب، راح يدوها لكم الامارات واسرائيل راح يدوها لكم واش بك. بداو لي زابور باش يبنيو لي بور كيف تما عندكم في المغرب، بعتوكم ديروا حرب باش يبنيوكم وحنا ما ندخلوش في اللعب ديالكم. بوليزاريو فريها معاكم وما تقدرولوش كيما ما قدروش الحوثيين في اليمن، والله ما تقدروا له باسكو هذوك عنده عقيده. نتوما المخزن تاعكم مليليه وسبت تسمح فيهم وتجي تقول انت الجزائر من الجزائر، واش من افتخار عندك؟ يعطيني افتخار، اعطيني حاجه تفخر بها هكذا، اعطيني. شوف نوري لك واحد العفسه. شوف تقول نتايا الناس تاع تيندوف ما حبوش الاستفتاء تاع فرنسا، قال لك حنا نقعدوا مغاربه، الانديبوندونس تاعنا ما ديناش بالاستفتاء، فهمت؟ ديناها بالدم، العالم كاع شاهد، 1.5 مليون شاهد. سي زهرك ياكلك الحديد، ديرها مليح في بالك هذه. شوف الجزائر احنا عندنا الفخر العزه، ما قريتوه من العزه. شوف ما كاش ايطرونجي يدخل روحو فينا. شوف العزه نولي كيف داير العزه. شوف علاش بن ناصر خير لالجيريا، اش ما خيرش يلعب مع المغرب باريزون؟ علاش؟
وإما هو ربي بابا جزائري ولا الكونترا معليش. كاين بزاف اللي كوبل هكدا، كاين بزاف دي فامي هكذا، هذا هو اللي يجمعنا. ما الناس كيما انت ما يتجمعوش بين الشعوب، فهمت؟ خير راه يخلصوا فيك المخزن باش تهضر هكذايا. انت وصحابنا تاع الجزائر كيما غادي مادي او ياكل عندكم. شوف نوريك عبسه، شوف من نهار خلقت المغرب ما شفناهاش كيما راك شوف. Regardez, ensemble, العزيمة presque autant qu'en savourant le yogourt 0%. Maintenant sans édulcorant. فرنسا اللي تهضر عليها انت تقول لي حتى واش نديرو فرنسا. Yogourt, bon goût, bon pour vous. شنو ندير؟ العزيمة شفت؟ هذا فوتبال، هذا فوتبال. هذا في فرنسا عندهم الاستعمار في بلادهم 40,000 سبيكتاتور في الليل، قسما يطلع بالعلم تاع الجزائر في بلاد المستعمر وما يشوفوه داجو. قسما بالنازلات الماحقات وش بيكون دماء زكيات طاهرات. نحن قمنا أو ممات أو حياة أو ممات، وعزمنا العقد أن تحيا الجزائر. فشهادوا فشهادوا فشهادوا. اشهد نتايا، انت جايب في الشرقية والصحراء والمؤتمرات الدولية وفرنسا جبت لنا وهي طراسيناها عندهم حنا. شوف بعينك علاش بن ناصر يخير يجي الجزائر يلعب بالعزة والكرامة يا ربك. كاش شعب حنايا ماشي تمسخير ماهوش لعب. كلهم يتلاحوا لنا كلهم، هيا كلهم يتلاحوا صحابك اسرائيل ولا نعوجوهم. شو شحال كاين في فرنسا؟ شوف تاع شحال كاين في اوروب. نشعلوا فيهم النار في كاع العالم وعلى بالهم بها، فهمت؟ روح هذا اللي هو يقول لك روح حرض الشعب المغربي مسكين ضربوه على راسو باش تبعتوه يدير حرب مع البوليزاريو وتسيبوا له السباب الجزائر والصحراء الشرقيه وما نعرف وشنو. غير ريحوا ترونكي باسكو رايحين يدوا الشعب تاعكم من الهلاك ورايحين تبيعوا بلادكم، رايحين يدوها لكم الامارات والخليج واسرائيل، فهمت؟ يا سي محمد هذه في فرنسا عندهم في بلادهم في ليل دهشوخ. ومين جا الغاشي هذا يا صاحبي؟ الجيريان كاع. ستاد دو فرانس 100,000 سبيكتاتور يغنيو قسما. هذه عقيدة تاع صح، ماشي مؤتمرات دولية، هذه مبادئ. العالم كاع يشوف فلسطين فتوع درابو تاع الجيري، وين نروحوا في العالم معاهم فوق فلسطين الشهداء يسمعونا كاع العالم. هذا المبدأ، ما نحبوش الاستعمار وما نمشوش مع الاستعمار ونحاربوا الاستعمار وانتوما استعمار. هاي القضية وين راهي يا سي سليمي؟ تحب دير معايا مناظرة قدام كاع الجزائريين والمغاربة؟ مرحبا بك، نهضروا للتاريخ ونهضروا واش حبيت، دين تاريخ سياسة واش حبيت نهضر. هايا اروح تجاوبني. هايا نديرو فيديو انا وياك، اكتب لي في الميسنجر ولا خلي لي ميساج نقول لك راني قدام كاع الجزائريين والمغاربة ونهضروا على المشاكل الحقيقيين اللي كاين بين المغرب وبين الجزائر باش نصفيو الاحزاب. هايا كونك راجل دير الخير في الشعب ديالك وفي المغرب.
دير الخير، اروح تناقشني، اروح نتناقشوا انا وياك ونشوفوا شكون هو الخاين، باش نعرفوا شكون هو الخاين وشكون هو اللي عنده العزه. فهمت؟ حنا واش كاين بيناتنا؟ كاين بيناتنا واحد ما يدخل روحو، دخلتوا روحكم كامل دخلتوا روحكم وعاونتوا الارهاب وخبيتوهم عندكم وكلتوهم عندكم وشربتوهم عندكم وسلحتوهم عندكم، بصح ما كلاتلكمش. جيش خطير جدا جدا جدا. تهلا في روحك يا سي سليمي، فهمت؟ ولا بروشين فيديو مازال نجاوبك، راني نستنى فيك. الا كان تحب دير معايا نقاش نديرو نقاش انا وياك، تاريخ واش حبيت. السلام عليكم ورحمه الله.